حضرتك الشاعر احمد سمك في مناسبه مفهوم الحريه في السينما نادي الشباب. كنا عايزين نتكلم عن الندوه والمبادره اللي قامت بيها مديريه الشباب والرياضه بالتعاون مع المركز القومي للسينما. والله هي الندوه جت ثمره التعاون. الندوه جت ثمره التعاون بين الشباب والرياضه بالقاهره وبين المركز القومي للسينما. المديريه خدت مبادره ان هي هتنشئ 12 نادي سينما مراكز شباب القاهره، ودخلنا في مرحله ثانيه ان احنا هنوصل نوادي السينما في مراكز الشباب ل 30 نادي سينما في مراكز الشباب. لما عملنا بروتوكول مع المركز القومي للسينما كان الهدف ان احنا يكون في دور فعال للعروض السينمائيه اللي هتعرض في مراكز الشباب، فكان المركز القومي قدر ان هو يحط ايده على قضيه الحريه لدى الشباب ودورها في السينما. كان المطروح ان احنا هنعرض احد الافلام اللي بتتكلم عن الموضوع دوت، وفي نفس الوقت هيتعمل مناقشه بعد الفيلم. وحتى المديريه قررت ان هي تقرر الدكتور احمد عوض رئيس المركز القومي للسينما بدوره في الاستجابه السريعه لاحد المؤسسات السينمائيه الهامه في مصر عن المبادره وعن دعم سينما الشباب بشكل كبير. يمكن الافلام الشباب ما شافتهاش قبل كده، وانا بقول ان الافلام السينمائيه اللي هتطلع في نوادي السينما بتاع الشباب جديده عليهم وليها خط هام جدا، هي ان تديهم مساحه حريه في الابداع، مساحه حريه في التلقي، وفي نفس الوقت فيها نقط اكتشاف المواهب بس بشكل اكثر علميه واكثر تقنيه واكثر حرفيه من مؤسسين نوادي السينما. حضرتك كنت قايل في بدايه كلامك ان مربوط الضوء على 12 مركز من مراكز شباب القاهره، وبعد كده هتخش 30 مركز. اتكلمنا عن هذا. هو المشروع دوت احنا بدأناه مع مهرجان السينما الأفريقية وبدأناه مع نقابة السينمائيين، لكن لم يتم استكماله. لكن بدأنا من شهر 8 اللي فات ان احنا انشأنا 12 نادي سينما جوه مراكز الشباب. احنا عملنا لهم دعم واحنا مديناهم بأجهزة العروض اللي هي الفيديو بروجيكتور، وبدأنا نخاطب الجهات المتخصصة لصناعة السينما، فبدأت تمدنا بالأفلام اللي هتبدأ تتعرض. بالفعل عملنا اجتماعات للمشرفين وبدأنا عملنا لهم تدريب كده، وبدأنا نوزع عليهم الافلام علشان يبقى فيه افلام هادفه لاعضاء يشوفوها جوه المراكز، وفي نفس الوقت تناقش مجموعه من القضايا، يعني ما يبقاش مجرد عرض سينما للاستمتاع فقط.